اذا البنات مباشره غادي ندوزو لتفصيل القنطره نتاعنا. عندنا متر ونص ديال الثوب، طويتها على 4. من فوق، من الجهه من فوق انا طويت الثوب كيف ما كتشوفوا على 4. راه عندي الثوب مغلق. الجهه الفوقانيه حطيت السنتيم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، وحددت 19 سنتيمتر هي العرض نتاع الكتفين كيف ما قلت لكم. والثوب مطوي على 4. بالنسبه للعنق للرقبه كنديروا 8 سنتيم. غادي نهبط ب3 نتاع السنتيم على حسب انا باغا العنق يجي شويه مفتوح في الخلف. كنقاد تقويره العنق لانني انا عندي غير تقويره الخلف. العنق الامام حتى نفصلوا الامام على الخلف باش كنحددوها. درنا تطيحه ديال الكتف 3 سنتيم وربطنا النقاط مع بعضهم كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كنربط النقاط نتاعي غادي نهبط ب25 سنتيمتر. 25 عفوا البنات 27 سنتيمتر. كنقصوا منها 2 سنتيم كتولي لنا 25 سنتيم. من بعد انا هنا البنات كنطوي السنتيم نتاعي على 4. غادي يعطيني الربع نتاع الصدر. بالنسبه للربع الصدر البنات عندي هنايا 26 سنتيم، كنزيدو لها 2 سنتيم كتولي لنا 28 سنتيمتر. هذيك 2 سنتيم اللي زدتها سنتيم كيمشي في الخياطه وسنتيم في السورجي. ديك الزاويه القائمه اللي تشكلت لنا منها كنديروا التركيز او حرده الابط. من بعد ما كنطلعوا ب3 سنتيمتر. انا استغنيت على البيروكي، وريتكم بهذه الطريقه غادي تقدروا تستخدموا البيروكي، غادي تعطيكم الحرده الابط مضبوطه. كنجيو لاعلى نقطه في الكتف وكنهبطوا ب 38 سنتيم باش كنحددوا محيط الوسط، يعني على قياس السره، على منحنى السره. بالنسبه للبنات عندي هنايا القياس 25 سنتيم، زدت ليها 2 سنتيم كتولي لنا 27 سنتيم البنات. كندير نقيطه وتنبدا نربط النقاط مع بعضياتهم. نتمنى يكون واضح الشرح نتاعي. تنحاول صراحه ما امكن ان نتقل الشرح، ولكن هذا هو القدره نتاعي. المهم راه باين الباترون راه مرسوم فوق الطوب وبالطبع الشير موفي، يعني راه باين. كنوليو كنجيو لاعلى نقطه في الكتف وكنهبطوا ب55 سنتيمتر. هنا غادي نحدد محيط الهانش او لا محيط الخصر. محيط الخصر البنات كتشوفوا نتوما على حسب السيده، اذا ضعيفه اذا المهم كتاخذوا حتى هو القياس كتقسموه على 4. انا البنات هنايا فاش قسمت القياس نتاعي عطاني 28 سنتيم، زدت ليه 2 سنتيم هي ولات لي 30 سنتيم. نفس الشيء كنحدد ديما كنلاقي النقاط كنربطهم مع بعضياتهم. هنا خديت الكتاب نتاعي د القياسات وتاكدت من الطول. بالنسبه للطول نتاع السيده القندوره نتاعها عندنا 145 سنتيم. انا تنحدد القياس نتاع الطول نتاعي د القندوره باش من بعد عاد نقاد الايفازي وكندير ديك التقويره باش ما كيجيوناش طايحين الودينات في الجناب نتاع الكسوه. المهم اولا القنطوره هي عتبان لكم ان شاء الله فاش غنحدد هاد القياسات. كنرجع السنتيم للجنب من عند اسفل حرطه الابط وغادي نمشي باش كنقاد الايفازي. بما ان السيده ضعيفه البنات، يعني داك القياس ديال متر ونص راه كيعطينا الايفازي، كتجي ايفازي كبيره ولكن المهم راه كتجي باينه. هنا تنبدا تنقطع. انا هنا تنقطع غير براس المقص، سواء في الحرده عفوا في فتحه العنق الكتف والحرده الابط او التركيز. ديما كنستخدم راس المقص وكنمشي بضربات ثابتين، ضربه ورا ضربه باش ما كيجينيش الثوب مغصغص في التقطاع. يفضل يكون المقص ماضي. بالنسبه للبنات اللي كيكون حفا ليهم المقص فراه كاين في المدينه القديمه عندنا هنا فاس فين كتقادوا المقص، فين كيتمضى المقص نتاعكم. غادي نستمر تنقطع. الا لاحظتوا انا وليت كنخدم بالمقص كامل، ديما المقص البنات كيمشي واقف مقاد، وكنحاولوا اننا نرصيو ثقلنا كامل على القبطه ديال المقص فاش كنكونوا كنقطعوا. الثقل ديال يدنا باش كيساعدنا وكتجي التقطيعه هي هذيك، يعني ما كيتغزغزناش الثوب. المهم ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن راه واضح كيفاش انا قابطه المقص هنايا وانا كنقطع. انا هنا تنقطع الايفازي ديالي وداكشي اللي تيبقى لي مسدود في الطرف التالي كنحاول انني نفتحهم في المقص من بعد. انا كنحاول ما امكن نبين لكم كاع المراحل. هنا البنات صافي من بعد ما وصلت للتالي كيف ما قلت لكم غادي نقطع التقويره التحتانيه. سمحوا لي بزاف حيت ما وريتهاش ليكم، ولكن ان شاء الله فيديوهات اخرى غادي نوريها لكم. والا بغيتوا رجعوا للفيديوهات القدام البنات غادي تفرحوني الا دخلتوا ليهم ورجعتوا ليهم.
غادي تشوفوا كاع الفيديوهات اللي حطيت نتاع الفصاله ونتاع الخياطه نتاع بزاف نتاع الموديلات اللي قدام. اذا البنات هنا من بعد ما ساليت التقطاع وفصلت الامام على الخلف، خديت دوك الطريفات اللي بقاو لنا من التركيز اولا حرضه الاب، هذا اللي جاي الطرف مسدود غادي نصوب به التبطين للظهر الجهه الخلفيه نتاع القندوره تاعنا. كنشد داك الطرف وكنديرو شويه طالع على الظهر كيف ما هو موضح قدامكم. هنا عندكم حريه الاختيار، اما تراسيو بالطباشير التقويرات العنق والتقويرات الكتاف، اولا تمشيو مباشره تقطعوا على نفس القياس ديالهم كيف ما درت انايا. عفوا. من بعد ما كنقطعهم بديك الطريقه غادي نحيد القندوره نتاع الظهر نتاعها، وغادي نزيد نقاد داك التبطين نتاعنا باش كيجينا في التطراق من بعد ساهل. انا من بعد ما كنسالي هادشي هذا كندوزو للسورجي باش كتجيني خدمه زوينه. اذا كانت عندكم الماكينه السورجي ما حدكم نتوما كتخيطوا نتوما كتسوريو حتى كتساليو البياسه. هانتوما البنات من بعد ما قديت التبطين نتاع الخلف غير باش تفهموا. دابا غادي نطوي الظهر نتاعنا. غادي نحيدو على جنب وغادي نحاول انني ندير معكم التبطين للامام، وكذلك نفتح معكم الفتحه ديال الرقبه نتاع الجزء الامامي نتاع القندوره نتاعنا. اول حاجه غادي نكحز الطاوله نتاعي اللي كنفصل عليها باش يبان لكم مزيان. هنا اصلا عندي 8 سنتيم كيف ما الامام كيف ما الخلف، وهنا فاش غادي نزيد نهبط انا زدت 12 سنتيم البنات باش نفتح العنق. يعني عندي 2 سنتيم مفتوحين ديال اللي قطعنا للرقبه، زائد 2 سنتيم زائد عفوا 12 سنتيم كتولي لنا 14 سنتيم في العنق نتاعنا كامل. انا درت رقبه دائريه ولا فتحه العنق دائريه سامبل، نتوما تقدروا تفنوا فيها كيف ما بغيتوا، ولكن انا فضلت نديرها دائريه على حسب الموتيفات اللي عندي نتاع الكروشي. انا عارفه بلي دابا الشتا والبرد، ولكن هادو فيديوهات راه كانوا عندي قدام فحبيت انني نمونطيهم ونحطهم ليكم. هانتوما البنات شفتوا راه ما كيدعلناش الثوب ودوك السيادات اللي كيبقاو لنا غير حاجه قليله كنرميوها. كيف ما قلت لكم بالنسبه للتبطين هاد الجهه اللي بقات لي من ديال التركيز اللي عقلتو كيف ما قلت لكم في الاول، عطينا جهه مفتوحه وجهه مسدوده. هاد الجهه المفتوحه هي اللي غادي ندير بها التبطين للامام حتى يمكننا نطرقوها بالماكينه من بعد. كيف ما قلت لكم هنا ما كيبقاوناش البقايا بزاف، بقاو غير شي شنيتفات صغار، يعني ما كنضيعوا حتى شي حاجه في الثوب نتاعنا. انا هنا تنقاد القطعه على اختها، ومن بعد غادي نجيبها وغادي نديرها من تحت هاد الرقبه نتاع القندوره نتاعنا، وكنحاول نخرج داك التشنتيف نتاع الثوب اولا داك الحاشيه نتاع الثوب لبرا باش عليها كنطرق من بعد بالسورجي والخياطه. هنا كيف ما شفتوا في المره الاولى فاش درنا التبطين تاع الظهر بنفس الطريقه غندير التبطين تاع الامام، يعني غنمشيو على ديك الرسمه. انا قطعت هنا وساليت من بعد قاديت غادي نطوي هادشي نحيدو، غادي ندوز معكم للكمام. بالنسبه للكمامه البنات مباشره انا نص متر اللي بقات لي راه مطويه على 4. الجهه اللي مقاده هي اللي من جهتي الا لاحظتوا. كنعبر واحد القياس نتاع 20 سنتيم اولا 18 سنتيم على حساب كل واحد شنو باغي دير البنات في الكم نتاعها. انا هادشي راه من بعد كنقص منه بالسورجي غير باش تفهموا، وغادي نقطعو بحال شكل ديال الاشرطه، يعني شرط يجيني لقدام في الكم وشرط شرط لهاد الكم وشرط لهاد الكم هذا بالطول باش كنخدموا بهم لي بلي، حيت الموديل ديال الكم هاد القندوره مختلف على كاع الكمام اللي كتعرفوهم. كيف ما قلت لكم اول حاجه كنحيد هاد الاشرطه الطوال اللي القياس نتاعهم كيختلف من وحده لوحده. هنايا انا درت 20 سنتيم، نتوما تقدروا ديروا اقل، تقدروا ديروا 18 على حسب هذا عفوا على حسب القياس نتاع الذراع نتاع يدكم محيط الذراع. انا هنا غنحيد داك التشنتيف وهكذا غنكون زدت نقصت واحد سنتيم. المهم البنات الاجمالي كتبقى لنا غير 18 سنتيمتر.
صافي كنحيدها على جنب. هكذا كيجي البنات لكم بهاد الطريقه هذه بليات، وتما راه كنزيدو له واحد الطريف، داك الطريف هو اللي كنلصق انا فيه الموتيف. المهم هادو راهم زوج كمام. هنا هاد الطريف اللي بقى لي كنطويه على 4. علاش؟ باش كندير واحد داك الطرف اللي كنديرو كيف ما قلت لكم في الوسط نتاع الكم راه كيتبطن. انا هنا غندير فيه في العلو نتاعو 10 سنتيم وفي العرض 6 سنتيم. هما البنات هادشي هذا راه كامل تنقص منه من بعد بالسورجي كيف ما قلت لكم، لان السورجي تيعاونني باش كيجيني ناقص القياس. انا هاد الطريفه البنات راه غادي نديرو بحال الشكل نتاع الوريقه نتاع الشجر بحال العريش. غادي نقطعو معاكم. المهم البنات هو من بعد ما رسمتها غادي نقطعها وغادي نوريها لكم. هو البنات الموديل راه غادي تفهم لكم صراحه حتى نبغي نخيطه، اما دابا انا تنفصلو راه ما جايش مفهوم. هانتوما وديك البلايصه اللي وريتكم هذوك الجنيبات مع داك الرويس تاع الحرش راه غادي تدور عليه دوك بالبليات داك الاشرطه اللي درتهم طوال. هذاك الشيء اللي بقى لي غندير منه باندا تاع الشعر. باندا او البوندو كل واحد صراحه ما مش كيسميها. الطرف هذا غادي نطويه انا على 4 وغادي نولي نطويه يعني بحال هكا ولنا الثوب على 8. اول حاجه البنات انا هنايا كندير واحد 10 سنتيم. وبالنسبه للطول نتوما كتاخذوا الدوره ديال الراس صراحه وكتنقصوا منها واحد 8 سنتيم. ديك 8 سنتيم راه حنا كنفصلوها طرف بوحديتو. كيف ما قلت لكم ديك 8 سنتيم شوفوا معايا كيفاش كنهبط بواحد الشكل متعرج يعني هكذا بحال شكل العرس بحال القطعه اللي درنا لكم، ولكن هذه كبيره بزاف حيت انا غنديروا بينها الباندا وانا نوريها لكم ان شاء الله في الجزء نتاع الخياطه باش تفهموا هذا الموديل هذا اكثر. فضلت انا نحط الفصاله بوحدها بالنسبه اللي باغيين يعرفوا الفصاله وكيتعلموا لها اول مره، وبالنسبه للناس اللي باغيين يشوفوا الخياطه ما عليهم غير تسناو الفيديو الجاي وغادي تفهموا الموديل كيفاش غايجي. صدقوني راه الموديل روعه وغادي يعجبكم. نتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله. بقى لي غنقول لكم السلام عليكم الى الملتقى.